السيد البدوي هو واحد ممن لم يكتفوا بسرقة أموال الشعب المصري وتدمير صحته، بل إنه قرر أن يدمر حاضره ومستقبله، فهو أحد رجال الأعمال الفاسدين الذين أفرزهم نظام مبارك. اقتحم الساحة السياسية والإعلامية في أواخر عهد المخلوع ليكون نموذجا في الانتهازية والفساد. السيد البدوي سجل حافل بقائمة من الفساد بمشاركة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمسؤول عن قتل المئات من الشباب قبل وأثناء وبعد ثورة 25 من يناير، حيث يمتلك الاثنين شركة سيجما للصناعات الدوائية بالإضافة إلى شبكة قنوات الحياة. نجح السيد البدوي باستغلال سلطات اللواء حسن عبد الرحمن بالمشاركة مع علاء الكحكي مالك شركة ميديا لين الوكيل الإعلاني لقنوات الحياة حينها بالاستيلاء على 75% من السوق الإعلاني في مصر من خلال السيطرة على شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التي كلفت بالتسويق الإعلاني لجميع قنوات التلفزيون المصري، وذلك بالأمر المباشر من أنس الفقي وزير إعلام المخلوع، الأمر الذي أهدر على الدولة مبالغ طائلة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أكدت عدة تقارير صحفية مطلع عام 2013 من خلال وثائق حصلت عليها من أجهزة سيادية أن السيد البدوي مكن رجل يهودي مشبوه يدعى بير أنطوان شويري للسيطرة على سوق الإعلانات في مصر بالمشاركة مع شركات إعلان يهودية أمريكية، ومن ثم السيطرة على التوجهات السياسية والمجتمعية لوسائل الإعلام المصرية من خلال قوة الإعلانات التي تعد الممول الرئيسي لها. كما قام السيد البدوي باستغلال قنوات الحياة بابتزاز عدد من المسؤولين ورجال الأعمال لتكوين ثروات طائلة، بالإضافة إلى إغراء صحفيين وإعلاميين بأرقام طائلة للتنازل عن مبادئهم والدوران في فلكه لتحقق لقنواته شيئا من المصداقية. إضافة إلى ذلك فقد قدمت عدة بلاغات تتهم شركة سيجما المملوكة للسيد البدوي بتصنيع دواء يسبب التليف الكبدي والفشل الكلوي والذي عرف باسم أورليستات سيجما، رغم التأكيد الذي أعلنته تقارير منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بأخطار هذا الدواء، هذا فضلا عن إغراق السوق المصري بعقار الترامادول الذي يستخدم كمخدر أذهب عقول الآلاف من الشباب المصرية. واستكمالا لمسيرة الفساد، فقد حصل السيد البدوي على 156 ألف متر من أراضي مارينا بالأمر المباشر قيمتها على الورق 92 مليون جنيه لم يقم بتسديدها، رغم أن قيمتها الحقيقية تفوق ذلك بكثير، مستندا إلى سطوة شريكه رئيس مباحث أمن الدولة، فضلا عن تغاضيهم عن إزالته لمدينة أثرية كاملة بمارينا تعود إلى العصر الروماني والاستيلاء على ما بها من آثار، إضافة إلى تهربه من الضرائب لأكثر من 10 سنوات بخلاف أحكام الحبس الصادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد. ومؤخرا قام السيد البدوي باحتضان 45 من قيادات الحزب الوطني المنحل داخل حزب الوفد، لعل أبرزهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية أثناء ثورة 25 من يناير، والمسؤول عن مقتل خالد سعيد وسيد بلال، إضافة إلى تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 واتهامه في مقتل الثوار يوم 28 من يناير بالإسكندرية. وهو يشغل الآن موقع عضو اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية، وأدى ذلك إلى ثورة داخلية بحزب الوفد بسبب اقتحام أبناء المنحل لمواقعهم، إضافة إلى مشاركة البدوي في لجنة إعداد دستور الدم، فضلا عن كونه أحد أكبر أعضاء جبهة الإنقاذ التي مهدت الانقلاب 3 من يوليو وتصريحاته المتناقضة عن الحكم العسكري. إذن فالسيد البدوي هو واحد من الذين نجحوا في تغييب عقول بسطاء الشعب المصري بالإعلام أو بالعقاقير المخدرة، حتى وإن اختلفت الطريقة فإن النتيجة واحدة، وهي ضياع مكتسبات ثورة ضحى من أجلها آلاف المصريين بدمائهم لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم.